السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى بركة الله نقولوا بسم الله. اليوم جبت لكم اخواتاتي لاكاليت تاع المحلات، نديروها في الدار وتجي بنينة ما شاء الله. ولا تبغي ديرها كمشروع فاني هذا المشروع ناجح بزاف باسكو يدوها بزاف سورتو صحاب القهاوي. نبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. عندي 3 حبات تاع بيض، ندير لها رشة تاع ملح، ونديرو كاس. والكاس دائما نقول لكم العبر اللي ديروا به كملوا به كاس الا ربع ولا اقل 2 صباع تاع سكر. ونديرو عطر لافاني. طلعوا هذه المكونات خواتاتي بالباتر بهذاك السكر تاعنا والسكر والبيض واللافاني نساجموه غايه. انا نطلعهم ونعاود نوليكم باش ما نديرلكمش الحس تاع الباتر. كي درنا بالباتر السكر والبيض، كي السكر تاعنا يذوب غايه نزيدو له العسل. وهذا اللون تاع البيض خواتاتي له اللون تاع العطر تاع لافاني. درنا 3 بيض ورشه تاع ملح، كاس قل 2 صباع تاع سكر. كي ضربناه شويه بالباتر دابنا داك السكر، نزيدو نفس الكاس اللي عبرنا به ونفس العبر كاس الا 2 صباع تاع عسل. ونعاودو هاد المقادير خواتاتي نعاودو كاع نخلطوها بالباتر باش نساجمو لنا هاد المقادير جميعا. كي خلطنا المقادير، الكاس اللي يجي عبرنا به بصح هاد الخطره يكون معمر تاع زيت، كاس معمر نديرو على دفعات ونخلطو باه المقادير تاعنا خواتاتي نساجمو. كي خلطنا كاع المقادير نديرو فرينه غير بشويه، ونديرو مغرف صغيره تاع لا ليفيغ شيميك اللي هي خماره كيميائيه. نديرو بالفرينه بشويه ونخلطو حتى تصبح عندنا عجينه طريه ومتماسكه. وعلى بالكم خواتاتي سورتو المبتدئات، العجينه تاع الزيت ما تكونش ناشفه بزاف كيما تاع الصابلي، شويه على تاع الصابلي. انا درك ندير الفرينه ونوريكم القوام اللي رانا نحصلوا عليه. شوفوا خواتاتي هذا هو القوام كيتكور لكم كيما هكا، ما تكونش تلصق بزاف. نخليها نغطيها ونخليها بلا ما وجدنا. نديرو بلاستيك نفرشوه ونحلوها ونجيبوا اي طابع تبغوا، طابع يكون كبير ولا صغير الحجم اللي بغيتوه. انا بغيت ندير بهذا الطابع يكون متوسط. بورصه خواتاتي كيما راكم تشوفوا درت عليها شويه فرينه وبورصه واحده اخرى ولا اي بلاستيك يكون عندكم، وتحلوها كيما هكا باه ما تلصق لكمش. باه كي تجي تردوها تاني ما تلصق لكمش في البوطاجي ولا في البلون دو طرافاي. حلوها غير بشويه كيما هكا. كيما قلت لكم الطابع الا بغيتو الحبه كبيره كبروا الطابع، ولا حبه تكون متوسطه كيما انا بغيت ندير حبه متوسطه ثاني نديروا الطابع متوسط. وهذا الشيء خواتاتي اذواق، كاين تبغى حبه كبيره كاين تبغى حبه صغيره. وبالاستعانه بالفرينه كيما راكم تشوفوا الحلوه تاعنا ما تلصقش. هذا هو السمك ماشي الاخر بزاف، ما نغلطوها بزاف ما نرقوها بزاف باسكو رانا دايرين فيها مغرف تاع لا ليفيغ شيميك. مي تولي طيب خواتاتي تطلع لنا شويه. وهاد الاثناء الفرن تاعي راني شعلته على 170 درجه، وكل وحده اختواتاتي تعرف الفرن تاعها. كمل كيما هكا ونجيبو البلا تاعنا وندهنوه ولا نديرو فيه بابي كويسون. انا نكمل كيما هكا خواتاتي الكاطو تاعي نطبعه، ومن بعد كي نعاود نقطعوه كاع نورو الطريقه تاني تاع التزيين قبل ما ندخلوه للفرن. شوف بعد ما قطعتها وبنتي الصغيره هي اللي عاونتني، راكم تشوفوا كاين حبه غليظه حبه رقيقه. هي قالت لي ماما نعاونك، قلت لها معليش ما بغيتش نقزيها. تتعلم خطره تخسر وخطره تجيب كيما المبتدئات وكاع كيما كنا صغار. جاتني 25 حبه. وهذيك العجينه صغيره راكم تشوفوا. انا من درت الطابع متوسط، ولا بغيتو ديروا طابع كبير ممكن تجيكم حتى 20 حبه. وهذا الشيء هذا اخواتي دائما نقولها لكم، الحجم يبقى لكم والتزيين يبقى لكم. انا جبت صفار حبه بيض ومغرف صغيره تاع كاكاو، وجبت مغرف كبيره تاع قهوه طايبه، خلطهم كاع وندهنوا بيهم كاع هذا الكاطو تاعنا كما راكم تشوفوا.
ولا ما ننسى الفرن تاعنا خواتاتي راني شعلته كما قلت لكم مسبق، وكل وحده وتعرف الفرن تاعها خواتاتي. كي نديرو هاد الاخر نجيبو غالفون ولا فرشيطه ولا كيفاش كل واحد كيفاش يقولها، نديرو نحاولو نديرو خطوط كيما هكا نزينو هذه لاكاليت تاعنا. صدقوني تجي روعه في المذاق وفي الشكل. ماذا بينا نصنعو صوالحنا رواحنا في الدار. انا نكمل كيما هكا خواتاتي، تكون غبنت شويه راني شاده التليفون بيد ونخدم بيد. بنتي كانت تعاون فيا من بعد راحت تراجع في الدروس تاعها. كما راكم تشوفوا خواتاتي صاي قاعد عندهم هذاك الصفار والكاكاو والقهوه، والفرن تاعي كما قلت لكم راه مشعل مسبق، غادي ندخلهم للفرن من بعد نرجعوا من بعد الطهي. شوفوا خواتاتي هذا وين طابوا، صدقوني جاو خفيفه ريشه من برا مقرمشين وفي الوسط طريين، جاو الله يبارك والريحه تاعهم ما شاء الله. شوفوا الله يبارك. هادي نشربوا بهم قهوه وحليب تاع العشيه ان شاء الله. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله.